في قلب شمال إفريقيا تمتد الصحراء المغربية بكل ما تحمله من جمال وتاريخ. أرض شاسعة كانت لسنوات طويلة محور نزاع سياسي معقد، لكن اليوم تتغير الموازين ويكتب التاريخ صفحة جديدة من السلام والأمل. في 31 من أكتوبر عام 2025 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 27997 ليجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو، ويؤكد دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي ودائم لهذا النزاع. القرار 27997 لم يكن مجرد تمديد لعمل بعثة المينورسو، بل كان إعلاناً واضحاً من الأمم المتحدة بأن الحل في الصحراء المغربية يجب أن يكون سياسياً واقعياً وقائماً على التوافق. وقد أشار القرار صراحة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تعد الإطار الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. كما دعا جميع الأطراف بما فيها الجزائر وجبهة البوليساريو إلى الانخراط في مفاوضات جادة دون شروط مسبقة تحت إشراف الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي. ما يميز هذا القرار هو حجم الدعم الدولي الواسع الذي حظيت به المبادرة المغربية، فقد صوت 11 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار، بينما امتنعت 3 دول فقط عن التصويت ولم تسجل أي معارضة. الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا أكدت جميعها أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر مصداقية واستدامة. كما أعلنت أكثر من 120 دولة حول العالم، منها دول أوروبية وإفريقية، تأييدها للمقترح المغربي باعتباره الحل الوحيد القادر على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. خلال جلسة التصويت عبر ممثلو الدول الداعمة عن تقديرهم للجهود التي يبذلها المغرب في سبيل التوصل إلى حل سلمي. منديبة الولايات المتحدة أكدت أن الوقت قد حان لمفاوضات واقعية ومسؤولة، بينما شدد المندوب الفرنسي على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الأساس الأكثر جدية ومصداقية لحل هذا النزاع. أما بريطانيا وإسبانيا فقد جددتا دعمهما للمقترح المغربي واعتبرتاه الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة المغاربية. في المغرب قُبل القرار الأممي بترحيب واسع، فقد عبر جلالة الملك محمد السادس عن شكره للدول التي دعمت المملكة، وأكد أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الخيار الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع. أما وزارة الخارجية المغربية فقد وصفت القرار بأنه انتصار للدبلوماسية المغربية وللشرعية الدولية، مؤكدة أن العالم أصبح اليوم أكثر اقتناعاً بعدالة القضية المغربية. في مختلف المدن المغربية خرج المواطنون للتعبير عن فرحتهم، رافعين الأعلام الوطنية ومرددين شعارات الوحدة والسيادة الوطنية. من بولندا إلى كوت ديفوار، ومن الولايات المتحدة إلى الدول العربية، توالت المواقف الدولية المؤيدة للمغرب ومبادرته. فقد أكدت دول عديدة أن هذا القرار يشكل تحولاً استراتيجياً في نظرة المجتمع الدولي للنزاع. وفي المقابل عبرت الجزائر وجبهة البوليساريو عن رفضهما للقرار، معتبرتين أنه يتجاهل حق تقرير المصير. إلا أن غالبية المجتمع الدولي رأت في القرار تأكيداً لمركزية مبادرة الحكم الذاتي كأساس لأي حل سياسي تحت السيادة المغربية.
في نهاية المطاف يعد القرار الأممي الأخير محطة فاصلة في مسار قضية الصحراء المغربية. إنه اعتراف دولي متزايد بشرعية المقاربة المغربية، ورسالة أمل لشعوب المنطقة بأن السلام ممكن، وأن المغرب بثقته وثباته يسير بخطى راسخة نحو مستقبل من الاستقرار والتنمية. الصحراء كانت وستبقى مغربية الهوية، أممية الاعتراف، ووطنية الانتماء.